انا بعتذر لاي حد صايم، بس انا جاي اسير الجدل في اخر 10 ايام من رمضان باختراع هيكسر الدنيا ومتاكد ان السوشيال ميديا كلها تعمله، وانا لحد دلوقتي لسه ما سميتوش. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات عن اقتراح ممكن اسميه وسط الاسماء الغريبه اللي احنا بنسمعها. يا لهوي على اللي بالقشطه. دوس بقى. هذا ما لم نسمع به من قبل. فاول حاجه نبدا بيها الفيديو ان احنا نصلي على النبي، وفي اي طاسه عندنا على النار هنحمر الكنافه بتاعتنا في 3 معالق من السمنه البلدي لحد ما تاخد لها اللون البني، وافتكاسه من عندي ما نزلتش عليها بصوص بيستاشيو، نزلت عليها بصوص الشوكليت سبريد، ونقوم مكسين كل حاجه مع بعض. وفي اي طاجن او اي صينيه عندنا هنقوم نازلين بطبقه الكنافه اللي احنا عملناها، وعايزك تفردها كويس عشان احنا هنعمل كذا طبق. عشان نعمل طبقه الكريمه بتاعتنا هننزل ب 200 جرام من جبنه الكريمي، وعليهم ربع كوبايه من الحليب المكثف المحلى، و200 مللي من كريمه الخفق، وظرف من الكريم كراميل، ومعلقه من النسكافيه نسيت اصورها بصراحه. وهنقوم مشغلين الميكسر بتاعنا 3 دقايق لحد ما قوام الكريمه يتقل معانا، وهنكتفي لحد ذلك هننزل بشويه سوداني عشان يدينا طعم الكرانشي لما نيجي نعض على الكريمه، ونقوم نازلين عليها بطبقه الكنافه. بس انا عايزك تفردها كويس وتديها خبطتين 3 عشان في كذا طبقه جايه هقول لكم عليها. وفوق طبقه الكريمه هننزل بطبقه من السلطه كراميل، وجينا لاخر مرحله ان احنا نحط الرطب بتاعنا، بس المره دي ما استخدمناش اي رطب، استخدمنا الرطب السكري من شركه كتوف الخير، اكبر متجر اونلاين بيستورد رطب من السعوديه. كمان عندهم كذا نوع من الرطب السكري والرطب المفتت بيكون خالي من المواد الحافظه والمواد الكيميائيه، وعندهم باكج مختلف بيبدا من كيلو لحد 4 كيلو و3 كيلو ونص. بما اني كنت عايش في السعوديه فالطعم ده ما دقتوش من زمان، فحب اشكر شركه كتوف الخير ان قدرت توصله لنا مصر. بعد ما تكون كملنا طبقه الرطب بتاعتنا هننزل بشويه سوداني، وعايز اقول لكم ان دي احلى حلويات اكلتها في رمضان لحد دلوقتي، وعايزكم تعملوا منشن لمشاهير السوشيال ميديا عشان يجربوها ويقولوا لنا رايهم فيها. وبس كده.